السلام عليكم، مساء الخير جميعا. يا جماعة، الأيام هذه احنا نعيش فرحة جميلة جدا، اللي هو بافتتاح قطار الرياض، وهذا المشروع الضخم والجميل وإلى آخره. وشفنا الصورة الجميلة اللي تم تداولها لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه. طبعا الصورة هذه لها يعني بالنسبة للي يشوفون المشهد، التطورات اللي جالسة تصير في الرياض. الملك سلمان الله يحفظه هو عرابها، هو يعني في واحد من ضمن الكتب اللي قرأتها اسمه سلمان والرياض. والله يا جماعة اني شفت فيه مشاريع مثل حي السفارات، مثل مشاريع ضخمة في البلد في الستينات في السبعينات، هو واقف عليها الله يحفظه ويشير عليها، رتبون كذا رتبون كذا وخذ لك. لذلك شوف المقطع برضو الملك سلمان يتكلم عن الرياض، وضعت الخطط الاستراتيجية لها أنها في المستقبل تكون مدينة عالمية وفيها كل الاحتياجات، تلبي خدمات التوسع والتطور الحضاري والعمراني. كان يقولها في السبعينات، فهو رسمها كأنها رسمها بيده كذا، وش بيصير هنا وش بيصير هنا وش بيصير هنا. لكن تحديدا قطار الرياض، هالصورة اللي تشوفونها هذه، الهيئة الملكية لتطوير منطقة الرياض نشرت وثيقة اليوم اللي راحت، يعود تاريخ الوثيقة هذه لعام 2009، عندما تقدمت للمقام السامي للملك عبد الله يرحمه في ذاك الوقت، أنه خلاص ترى لابد من حاجة ماسة لإنشاء قطار الرياض، لأنه المدينة الآن في توسع والحركة المرورية وإلى آخره. درسوا مع الجهات ذات العلاقة واستشاريين، ويعني نفذوا خطة كاملة والدراسات والتصاميم وأمور، وكاتبين كذا حتى قطار الكهربائي. من اللي كان رئيس لجنة العليا لتطوير منطقة الرياض؟ رئيس اللجنة الملك سلمان. فالملك سلمان يوم رفع الخطاب هذا، بتشوفونه نزل لكم خطابين مع اللجنة العليا لتطوير منطقة الرياض والجهات ذات العلاقة، بعد ما درسوا كل شيء رفعوه للمقام السامي. الملك سلمان ذاك الوقت ما كان حتى ولي عهد، كان أمير منطقة الرياض والرئيس اللجنة العليا لتطوير منطقة الرياض اللي هي الهيئة الملكية. حلوين. فرفعها من ضمن الفريق اللي اشتغلوا على هذه، ورفعوها المقام السامي، يلا نبي مباركتكم بالموافقة على فشوفوا راحت السنين واستمر العمل، وراح من الهيئة الملك سلمان، وراح إلى وزير دفاع، ثم ظهر أعتقد ولي العهد، ثم أصبح ملك. فاليوم هو يضغط زر، فيجي الملك سلمان ويضغط على هالزر هذا ويدشن المشروع القطار. شيء عظيم، خصوصا أنه هو قبل سنوات ما كان حتى لا ملك ولا ولي عهد، ولا كان أمير منطقة الرياض، ومن ضمن الفريق اللي اشتغلوا على رأس الفريق اللي اشتغلوا على هذا المشروع ورفعوه المقام السامي. اليوم هو ملك ويدشنه، يشوف أنه حصاد هذا المشروع. مهما تعاقبت الأجيال، مهما تعاقبت المسميات، خلاص كل شيء مرسوم وكل شيء مخطط له. اليوم لقى ثماره قدامه، هو اللي كان يعني غرس هذا المشروع. الله يعطيه الصحة والعافية، طول عمره يا رب.